هل فعلا غلط انك تبص في المرايه مده طويله؟ هجرب ابص لنفسي في المرايه لمده 5 دقائق من غير ما اتحرك واشوف هل فعلا كلام الناس صح وممكن يحصل لي حاجه. التجربه دي ما انصحش حد يعملها. بدات التجربه وفي اول دقيقه كانت كل حاجه طبيعيه، لكن بدات الاحظ تفاصيل عمري ما ركزت فيها. بس لازم احذر في الاول ان محدش يجرب التجربه دي علشان اللي جاي مخيف. في الدقيقه الثانيه بدات احس ان اللي في المرايه ده مش انا، كاني ببص على حد تاني. وفي الدقيقه الثالثه عيني بدات تلمع كاني مش مرتاح، حسيت ان عايز ابعد، حسيت ان الوقت بيعدي بطيء. والسؤال هنا، هل حد عنده تفسير ليه ده بيحصل؟ وتخيل كل ده في 3 دقايق بس. لكن قبل ما اكمل ما تنساش تعمل لايك وفولو علشان التجربه الجايه اغرب. لما وصلت للدقيقه الرابعه حصل اللي كنت قلقان منه، بدات ملامحي تتحرك في عيني وكأن وشي بيتبدل بوش حد تاني، وحسيت ان المرايه بتتحكم فيا مش انا اللي بتحكم فيها. وفي اخر دقيقه حسيت اني مش لوحدي، حسيت ان في عين تانية بتراقبني، وكأن في صوت بيكلمني بيقول لي انهي التجربه دي بسرعه، كأني بهرب من نفسي. ومعرفش ايه تفسير الكلام ده، بس دلوقتي فهمت ليه الناس بتقول ما تبصش لنفسك في المرايه فتره طويله. بس هل لو الموضوع طول عن كده ممكن الواحد فعلا يتجنن او يتلبس او يحصل له اي حاجه مش طبيعيه؟ لو عجبتك الفكره انصحك ما تجربهاش، بس اعمل لايك وفولو. يلا سلام.